لا تديني فلوسي لا نعمل لك جنيه هنا. ما شاء الله ما شاء الله، عضلاتك مقوية قلبك. اجري لا. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. اليوم غادي نحكيو على واحد المشهد اللي صراحة ما كيتفهمش. رئيس جمهورية ما عندها لا أرض لا شعب حر لا سيادة، وكيقول لك حضر في أنغولا في احتفالات استقلال دولة كبيرة بحال أنغولا. واش هذا حلم ولا فيلم؟ إبراهيم غالي رئيس ما يسمى الجمهورية الصحراوية، اللي في الحقيقة ما هي إلا جمهورية تندوف المحتلة، مشى حضر في العاصمة لواندا في مناسبة العيد ال50 للاستقلال ديال أنغولا. ولكن شنو كاين ورا هذا المشهد الغريب؟ وشكون اللي عطاه الضوء الخضر باش يمشي؟ وشنو الرسالة اللي بغاو يوصلوها النظام العسكري الجزائري، ولا بالأحرى النظام الفرنسي الجزائري الحركي اللي مازال عايش في زمن الحرب الباردة؟ باش نفهموا الحكاية خاصنا نعرفوا شنو هي هاد جمهورية، واش فعلا كاينة ولا غير شعار؟ هذه جمهورية ما عندها لا مطار لا برلمان لا قضاء مستقل، كل شيء كيتسير من الجزائر العاصمة. اللي ساكنين في المخيمات ديال تندوف ما عندهمش حتى حرية يختاروا مصيرهم، عايشين محاصرين بحال رهائن في يد النظام العسكري. حتى المساعدات الدولية اللي كتوصل كتختفي في طريقها، كتدوز على الجنرالات قبل ما توصل للناس، وكتباع في السوق السوداء. وهذا الشيء معروف في التقارير الدولية ماشي كلام الشارع. يعني خلاصة القول، جمهورية تندوف ما هي إلا مسرحية سياسية كتدار من قصر المرادية باش يبقاو يستغلوا القضية في السياسات ديالهم الداخلية. أنغولا اليوم كتحتفل ب50 سنة على الاستقلال، ولكن عندها تاريخ طويل مع الجزائر وجبهة البوليساريو. في سبعينات القرن الماضي كانوا كلهم تابعين للمعسكر السوفيتي، وكيتقاسموا نفس الفكر الشيوعي القديم. يعني العلاقات اللي بيناتهم ماشي جديدة، ولكنها قديمة بزاف من عهد الحرب الباردة. ولكن العالم تبدل والناس تبدلات، إلا بعض الأنظمة اللي مازال ما عرفت بأن السياسة اليوم كتخدم بالمصالح ماشي بالشعارات. المصادر كتقول أن أنغولا ما كانش ناوية تدعي إبراهيم غالي رسميا. الوساطة جاية من الجزائر، النظام العسكري بغى يدير فيه الخير ويبينوا كأنه زعيم دولة. والزعيم زعيم شنو؟ ما عندوش حتى طيارة ديالو، كيخرج من تندوف بجواز سفر جزائري، وكيحضر المناسبات باسم جمهورية ما كيعترف بها حتى واحد من الدول الكبرى. ولكن الإعلام الجزائري كعادته داز في نشرة الأخبار وقال لك الجمهورية الصحراوية تشارك في احتفالات أنغولا إلى جانب رؤساء الدول الإفريقية. مسرحية دبلوماسية أخرى باش يفرحوا الناس اللي باقين كيتعلقوا بسرب اسمه التحرير. المغرب اليوم ما بقاش كيهتم بهذا النوع ديال المسرحيات، راه كيدير خدمته في الصمت، كيبني تحالفات، كينشم مشاريع، كيربط إفريقيا ببنية تحتية قوية، البنوك، الطيران، الزراعة، الطاقة، كلهم مغاربة كيخدموا في إفريقيا بالجدية والنية الحسنة. أنغولا ولا غيرها كيعرفوا مزيان فين مصالحهم الحقيقية، وما غاديش يخسروا شراكات مع المغرب من أجل صورة بروتوكولية ديال إبراهيم غالي. الحقيقة اللي بزاف كيهربوا منها هي أن تندوف محتلة فعلا، ماشي من المغرب ولكن من النظام العسكري الجزائري، كيستعملها كأداة سياسية باش يشغل بها الرأي العام الجزائري ويبقى هو في الحكم بلا معارضة. الناس اللي ساكنين في المخيمات عايشين بدون مستقبل، ولدات تولدوا ما عارفين لا وطن لا حرية. وكل مرة كيجي لالي يخرج في التلفازة ويقول نحن نقترب من النصر. ونصر شنو؟ على من؟ إبراهيم غالي في أنغولا ما كانش حدث سياسي، كان مجرد صورة رمزية باهتة بغى بها النظام العسكري يقول ها هو مازال حي. ولكن العالم اليوم فاهم اللعبة. المغرب كيبني، كيتقدم، كيتعاون، وهما مازال كيتقاتلوا مع الأوهام القديمة. إذن خلاصة الكلام، ما كاين لا جمهورية لا تحرير لا اعتراف جديد، كاين غير مشروع فشل اسمه جمهورية تندوف المحتلة. وبينما النظام العسكري كيغرق في التاريخ، المغرب كيرسم المستقبل. كتبوا لي آرائكم في التعليقات. واش فعلا كتعتبروا هذه الزيارة انتصار ولا مجرد مسرحية جديدة من النظام العسكري الحركي؟ ما تنسوش اللايك والاشتراك، وموعدنا في حلقة جديدة من الحقيقة كما هي.